بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 30 أغسطس 24. يتحدث لكم محمد خير في حديث بعنوان مدير قسم الفاضي. ومدير قسم الفاضي المقصود به المبعوث الأمريكي توم بريلو، وله قصة. آه يعني عندنا زول صديقنا قبل 40 سنة، آه خرج من الجامعة وبعدين قرر إنه ما يشتغل إلا مدير. فبدأ بعد التخرج يمشي المعاهد الأفريشن ومعهد التكاليف بتاع جامعة الغير الفريع، ونوع الشهادات اللي بتمهد لماستر وكده. قضى تقريبا 10 سنوات ما اشتغل، يعني هو من أسرة ميسورة جدا وعارف إنه ما دار يشتغل إلا مدير. فشاء الله إنه سنة 87 خاله مباشرة بقى وزير الصناعة، وعارف طبعا ود أخته ما دار يشتغل إلا مدير يعني. المهم وعدوا ومشى لمدير شركة البيبسي وشرح له الأمر ووراه شهادات وكده، وقال له خلاص جيبه. فجابوه وطلعوا له خطاب التعيين، عينوه مدير قسم الفاضي. طبعا عمليا الوظيفة دي المليان، القزاز المليان في المصنع هو ما عنده علاقة به، لأنه مدير قسم الفاضي. والفاضي زي ما بيقولوا الخواجات اوت اوف هيز ريتش، يعني ما يقدر يحصله لأنه موجود في الدكاكين بيلموا فيه. فقعد في مكتب فاضي، ما فيه ولا ورقة ولا قلم ولا سكرتيرة ولا أي شيء. وعينوا للقزاز من المصنع بيطلع محمل، وعينوا للقزاز الفاضي بيجي داخل، وهو ما له علاقة بأي من الفاضي أو المليان. فالوظيفة دي هسه هي بالضبط بشغالة بريلو. اللي أنا في تقديري أنه بريلو ده أصلا يعني مبعوث لجهة اللي هي الخارجية الأمريكية، عندها مشروع بتحاول إنقاذه بكافة السبل. يعني مشروع قائم على التحالف مع أقلية في السودان، على أساس إنها تكون جزء من الحكم، وما ممكن تتنازل منه بسهولة. عملت له الإطاري، عملت له أي حاجة، قومت له الحرب وكده. وكل الأشياء الماشية دي هسه في اتجاه إنقاذ المشروع ده، وهو ذاته جزء من المشروع لأنه أصلا مشروع شلالي. يعني فيكتوريا ومولي آه، هنا في وجودفري، وهو هسه فضلوا هو وفيكتوريا اتشالت يعني، وجودفري اتشال، وبضغوط طبعا من الكونغرس واسئله حرجه وكده، كلها ماشيه في اتجاه انه انتوا عندكم قصور كبير في الملف ده. باقي اخر واحد هو بريلو، اللي هو بيتنقل من حته لحته وبيصرح يوميا، لكن تصريحات كلها متناقضه. يعني قد يوحي للناس بانه هو مع الدعم السريع، بيرسموه كده بكتمول ونعم كده، وممكن يوحي لك بشكل قوي جدا انه هو ضد الدعم السريع، وبل بيقول انه ما حيكون موجود في الحياة السياسية ولا العسكرية. وبيتكلم عن الجيش كمؤسسة عريقة، وبيتكلم عن العناية اسمه شنو المؤسسات السودانية والمجتمع السوداني العريق. كل ده كله بيتعارض مع سلوكه.
وزول طبعا متاح للإعلام بشكل كامل، يعني أي نوع من الإعلام، أي نوع من الإعلام هو متاح له. لكن في إعلام واحد ما متاح له ولا بيشتغل بكلامه، اللي هو الإعلام الأمريكي النافذ والمؤثر. ده هو ما متاح له، ومتاح لسعد الكابلي، متاح ل كل النشطاء اللي بيعملوا مقابلات. أنا ما عارف يعني، بس الوحيد من الصحفيين اللي ما عمل معاه لقاء قندول. يعني في ده تقصير كبير جدا من قندول يعني. آه آخر تصريحات بريلو هي الفاشر، وده تصريح ملغوم. يعني هو قال انه بيعدوا لدخول الفاشر والجيش بيقصف. طيب يا اخو زول بعيد وداير يهجم الجيش ما يقصف كيف يعني؟ يعني حاجه كده ملتبسه جدا، يعني ملتبسه تماما. انا سميته مدير قسم الفاضي لانه مهمته دي ما حيترتب عليها اي شيء جوهري على الاطلاق. يعني ما في، لانه هو ذاته الجهه المبتعثاه جهه جزء من الصراع الماشي، وبعدين ما قادر يتكلم عن المسببات الرئيسيه للحرب دي. الى ان قريت امس الكلام اللي قالته فورين بوليسي، اللي هي طبعا دي يحدد المؤسسات الامريكيه الرصينه اللي بترسم السياسات الامريكيه الاستراتيجيه. يعني المجله دي مجله نافذه، بتمثل العقل الامريكي الاستراتيجي، بتمثل ال ال النشاط المرتبط بالمصالح الحيويه لامريكا، وبتدافع عنه وبتروج له. ومؤسسه هو اكثر كاتب كتبه لقى التوزيع في العالم، اللي هو سامويل هيتنجتون، اللي عمل كتاب صراع الحضارات. يعني صراع الحضارات دي تقريبا ال- النظرة الأمريكية للصراع في الشرق الأوسط، وتقريبا هسه قاعد يتم بحذافيره. المجلة دي قالت إنه الموضوع بتاع السودان ده إنهاؤه يتطلب خطوتين. الخطوة الأولى لجم الأمارات وإبعادها عن المسألة بتاعت السودان دي نهائيا، ومشت كمان في اتجاه اقتراح معاقبتها. والثانية إنه الدعم السريع ما يكون إطلاقا جزء من العملية السياسية والعسكرية في السودان. وده بيوري العقل الاستراتيجي الأمريكي، اللي هو أنا باستمرار خلال السنة ونص اللي بقابلكم فيها بالرسائل دي، أنا على قناعة كاملة إنه الموقف الأمريكي ده الممثل في مساعي وزارة الخارجية حيهزم من داخل المؤسسة الأمريكية الرصينة، وحيكون في إعادة للتحالفات بشكل جديد. وبس جايبين بريلو ده يعني زي كومفلاج كده، يقضوا به زمن. ولذلك يعني ما أخذوا على محمل الجد. ده بيدفعوا سذاجة سياسية كبيرة جدا. وحتى السياسيين المراهنين على الخطوة بتاعت يعني بريلو دي مفروض يعيدوا النظر في قراءتهم لبريلو ذاته ولمهمته والأدوار المناطة به وطلاقته في التعبير عنها وحجيته. يعني ده ما ممكن يبقى اي زول يعني بيفهم اي بي سي في السياسه، ناهيك عن انه يكون محسوب على انه هو زول من رجال امريكا، او او يعني بالسياسه الامريكيه كده يعني بيفهمها. لكن النشرات فورين بوليسي امس ده بيمثل انعطاف حاده وتغيير شديد جدا في المسار الامريكي، ربما يكون خلال فترة الانتخابات أو ربما يكون قدامه.
لأنه ما في أي يعني حاجة قالت المجلة دي ما اتطبقت على أرض الواقع. أنا يعني حبيت أعمل دي وحبيت أوري مدير قسم الفاضي ده الطبيعة بتاعت مهمة بريلو دي، اللي هي المليان هو ما عنده علاقة به، والفاضي يعني ليس بمستطاعه اللحاق به. شكرا جزيلا.